قرية تل الرحال الكردية. عدد سكانها حسب إحصاء عام 2004 2866 نسمة، أما الآن حوالي 4000 نسمة. مساحة القرية حوالي 1500 هكتار. من عشيرة قربك المعروفة في المنطقة عشيرة قرية. ومن عوائل المعروفة في القرية أحمد الأحمد نعسان الخليل، عثمان جمو عروسو، عبد الفتاح الأحمد نعسان الخليل، عثمان جمو عروسو، حمام الأحمد نعسان الخليل، عبد العزيز محمد نعسان الخليل، رشيد نعسان الخليل، محمد فاروق الخليل، كمال خليل نعسان، عبد العزيز نعسان، عبد الفتاح نعسان، صبحي عثمان ولاد جمو عروسو، عباس عثمان ولاد جمو عروسو، عمر عثمان ولاد جمو عروسو، محو نعسان الخليل، محمد جمو عروسو، محمود نعسان الخليل، محمد جمو عروسو. لهم صلة قرابة مع قرية خربشة وقرية النيربية وقرية الكعيبة، وفي عفرين قرية كفرروم وقرية الوحشية والأحداث، وعوائل من عشيرة بوسبيع، وافدين من مستفيدي الأراضي الأقطاع، وتغيرات ديمغرافية في المنطقة. تتبع لمحافظة حلب منطقة الباب، تبعد عن حلب شمالا 20 كيلومتر، وعن الباب غربا 10 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب أم العمد، ومن جهة الشرق قرية خربشة ودغلباش، ومن الشمال قرية النيربية والشعالة، ومن الجنوب قرية سربس وسليمة. يوجد في القرية تل ضخم وكهوف قديمة تعود إلى عهد الخورية، تربط التل بين تلول في المنطقة. يقال إن عمر التل 11,000 عام. بني في نفس التاريخ الذي بني فيها تل قرامل. يلتقى على أطراف التل نقود بيزنطية ورومانية أثناء جرف التراب من أمطار، ونقوش زردشتية على أحراف التل. ويلتقى قطع فخارية بكثرة، ويوجد جب ماء روماني في وسط القرية. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون والحمص وخضروات الصيفية، ومساحات واسعة من شجر الزيتون الخلخالي والزيتي وشجر التين والعنب وفستق الحلبي. يوجد في القرية معصرة الزيتون وغرابيل. أغلب أهالي القرية تعتمد على تربية الأغنام والماعز والبقر بعد الزراعة، وتربية الدجاج البلدي. أغلب شباب القرية كانوا يعملون قبل الأزمة في مدينة صناعية في شيخ نجار قبل تخريبها. وأغلب شباب القرية كانوا يعملون في مجال البناء. وقسم من الأهالي في حلب في مكتب عقارات وتجارة سيارات. تعرض القرية إلى تخريب في عام 2013، الحرب بين النظام والفصائل، بسبب قرب القرية على موقع عسكري يسمى منطقة الرادار. بعد استيلاء الفصائل على القرية، بدأ معاناة القرية من تصرفات لا إنسانية من فصائل تسمى نفسها باسم الخلفاء الإسلامية، من قتل ونهب وخطف وطلب فدية مالية بحجة دعم الثورة. وفي عام 2014 بدأ ظهور داعش من بين المعارضة وانقلاب عليهم،
وتغيير ملابسهم، وبدأوا بذبح عناصر من الفصائل أكثر من 50 شخصا على الطريق العام بين شعالة وقرية خربشة على يد داعش. استمر المعاناة من خطف الأهالي واعتقالهم إلى سجون الباب وقطع الرؤوس وجرهم إلى دورات شرعية بحجة أكراد كفرة. حتى عام 2017 جرى اشتباكات بين الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وانسحاب داعش إلى مناطق شرق الباب، والآن القرية فارغة من سكانها، أكثر من 50% متواجدين في مناطق فافين والوحشية ومناطق الجزيرة. المعلومة من أحد سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.